السلام عليكم. نهار جديد وفيديو جديد، قناة حكايتي معكم اليوم ومع فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون قصة جديدة وحكاية جديدة. نخليكم تتبعوا الفيديو من بعد هاد الانترو. سميتي عمر. جيت نعاود لكم قصتي مع زواجي وكيفاش الفقر خلاني ضيعت من راسي وكرامتي. عمر وعايش غير في العروبية مع والديا وخوتي. كنت انا الكبير في خوتي، وعندي اختي كانت هي الوسطانية، وعاد خويا اللي هو الصغير فينا. الوالد كان على قد الحال، خماس عند عباد الله، والوالدة مقابلة غير الشقة ديال الدار. خوتي كانوا كيقراو وكلهم مقابل في قرايتو، اما انا كنت خديت غير الباك وبركت، حيت ما كانوش عند الوالدين امكانيات باش نمشي نقرا في شي بلاصه اخرى. واخا حتى ديك القرايه في لافاك ما كانتش عندنا امكانيات ليها. وباش حتى نعيش بلاصه اخرى كان المصروف غادي يمشي يتزاد. داكشي علاش حبست، ما بغياش نكمل. ما علينا، كنت كنشوف الوالد ديما كيتشكى، ديما ما عندناش، وكنكملوا السيمانه غا بالسس، لدرجه بعض الخطرات كنا الا تغدينا ما تنتعشاوش، وإلا تعشينا ما نتغداو. كانت ظروفنا صعيبه بزاف. الوالده كان كيبقى فيها الحال، ملي كتشوفني كنضيع قدامها، لا خدمه ولا ردمه، وحتى مستقبلي ما معروفش. الا بقيت هكا غادي غير نزيد على مالي الدار في المصاريف، وما عندي حتى دور نديرو. شفت حتى عييت ومليت من حياتي هكا، وقلت مع راسي نمشي للمدينة ونقلب على راسي، تما نشوف شي خدمة اللي ندخل منها صرايف ونعاون الدار شوية. داكشي اللي درت، غير طلعت الشمس الصباح هزيت صاكي ودعت مالي للدار وقصدت المدينة. مشيت لطنجة، قصدت هاد المدينة حيت كون كنسمع بلي موجودة فيها الخدمة واليد العاملة كتيرة في داك المدينة. ما علينا، كي نزلت من الكار قصدت واحد الصناك باش ناكل، حيت بصح قهرني الجوع في الطريق كاملة. دخلت لعندهم وكليت غا شي حاجة بسيطة غير باش نشد داك الجوع. ونجيكم من الاخر، الصراحة كنت بغيت نقتصد على دوك شوية ديال الفلوس اللي عندي واللي عطاتهم ليا الوالدة. بما لقيت شي حل وصافي كملت وخرجت من السناك، وانا هاد الساكي كندور من زنقة لزنقة ومن شارع لشارع، تالف ما عارف لا فين نمشي ولا فين نجي. قلت مع راسي نقلب على فين نبات هاد الليلة والصباح يفتح. لقيت واحد البيت وكريتو، بيت غا صغير، وكان معايا واحد الدري حتى هو داك البيت. دوزت ليلة فيه ما جانيش النعاس. الصراحة كنفكر مالي للدار وفي الخدمة اللي خاصني نلقى ونهز راسي بيها. المهم جا الصباح نضت بكري وبقيت ندور على الشركات
ونحط في السيفيات. كاع الله عيطات فيهم شي شركة، كانت الدنيا عامرة بزاف، تعيا غير بالوقت، ولكن صبرت. وصلت العشية والو رجلي ضروني، وصبادريتي حفات غير بالتقلاب. رجعت للبلاصة اللي كاري فيها وطالع ليا الدم. شافني الدري اللي كاري معايا قال لي مالك صاحبي، اش عندك؟ بتي ليا مقلق. قلت لي اش غادي نقول لك، عييت ما نقلب، درت لا شركات وحتى وحده فيهم ما سهل فيها الله. قال لي عندي لك خدمه، غا هي ما عرفتش واش تبغي ولا لا. انا من الفرحه قلت لي لا ما نعرف حتى شنو هي الخدمه. ما علينا. جا الصباح ونط مشيت مع الدري. اش غادي نقول لكم، بقينا غاديين حتى وصلنا لواحد الريستو كبير وباينه ديال الناس الكلاس، واللي لاباس عليهم. جا جهة البحر. انا غا وصلت لديك البلاصه قلت ليه اصاحبي ياك ما عرض عليا الفطور، يلا هادي ماشي بلاصتنا. ولكن جارني وقال لي هنا فين غادي تصور طرف ديال الخبز الا بغيتي تخدم. دخلنا بجوج شويه، هو يتم جاي واحد السيد كبير شويه. اش غادي نقول لكم، باينه عنده الهيبه وراجل اللي شبعان العاقه كما كيقولوا، ومعاه واحد دريه تكون عندها شي 20 عام. بقيت غا حال فمي حيت الدريه كانت زوينه بزاف، وانا نقول مع راسي اش هاد التخربيق، راني جاي نخدم، اش بيني وبين هاد الشي. المهم دخلت مع داك السيد للبيرو، تفاهمنا في كل شي. عرفتوا واشنا هي الخدمه ديالي الجديده، نغسل الماعن ونقاد الكوزينه. واخا كان الصالير قليل، ولكن قلت اللهم لا عمش ولا لعمة، نبدا بعدا الخدمه هنايا ومن بعد يحان الله. وما كنتش عارف باللي في هاد الخدمه غادي يطراو ليا شلا مشاكل اللي غادي يخليوني ما بقاش حامل راسي. المهم بديت في داك الخدمه، صراحه فيها تماره بزاف وشلا وقت. الوقت ديالي كاملو كان كيمشي ليا غير في داك الخدمه، ولكن قلت عادي ما علينا. بديت السيمانه الاولى بخير وما كاينش مشاكل صداع الراس ولا صداع الراس، حتى لواحد النهار دخلت عندي بنت الباترون البلاصه اللي خدام فيها. قالت لي السلام، انت هو الدري اللي شفت داك النهار واقف مع بابا؟ قلت ليها هو انا، اش حب الخاطر؟ قالت لي معك زينب، ومدات يديها باش تسلم. والصراحه مديت حتى انا يدي، حيت عادي على السلام ديال الله. شويه بقات كتبسم وكدير فيا شي شوفات بحال عجبتها، ولكن انا هاد البلان ما دخلتوش راسي. تنقول شوف هي المستوى ديالها وانا المستوى ديالي، اش جاب شي لشي، ولا تقريبا كتجي كل نهار لمحال، وكانت كتجي غا في الوقت اللي ما كيكونش فيه باه. انا هادشي بدا كيدخل لي الشك وما بغاش يدخل لي الراس، وما عرفتش اصلا لاش ولاش خيطي بيطي لعندنا.
مازال نعقل على واحد النهار جات مقادة الحالة ولابسة ودخلت لعندي البلاصة اللي خدام فيها. اش غادي نقول لكم، دايره واحد الريحة الصراحة طيرت لي العقل. المهم بقينا كنتحدثوا انا وياها وتقريبا ولينا اصدقاء، جالسين كندويو وكنضحكوا حتى دخل باها ناري على بلا. اليوم يجري عليا، شافها قال ليها زينب اش كديري هنا بالسلامة، واش جابك؟ بقات زينب كتمتم عليه في الهضرة، ومن بعد مشاو يهضروا في اتساع شوية وكتبان ليا زينب خرجت كاعية وطالع عليها الدم، ولكن انا ما بغيتش نشوفها هكا. عيطت ليها في الطيلي ودرنا غير نكمل الخدمة ونتلاقاو باش تعاود ليا. وفعلا داكشي اللي درت، غير ساليت الخدمة مشيت شفتها في واحد القهوة، جلسنا وهدرنا وبانت لي زينب خربقة بزاف. قلت ليها مالك ياك لاباس؟ وقبيله خرجتي كاعية، ولكن ما بغاتش تقول ليا. واخا هكاك لحيت عليها وقالت ليا بلي باها عايرها حيت كانت مجمعة في الكوزينة معايا، وبلي انا ماشي من المستوى ديالهم وغا خدام وصافي. وباش زدت تعصبت قالت بلي قرر باها يصيفطها لبرا تكمل قرايتها. الصراحة ما عجبنيش هادشي اللي قالت بطبيعة الحال، وقلت مع دماغي ملي باها متكبر انا ماشي من المستوى ديالو غادي نديرها ليه قلقة فمو. طاحوا بالي افكار في شكل، ولكن ما عندي حتى حل اخر. صافي مشيت للدار وعيطت وبقينا نهضروا انا وزينب، ولكن من الهضره ديالها معايا بان ليا بلي كنعجبها وما تسوقاتش الهضره ديال باها، وانا كان خاصني نمثل عليها داك الدور ديال عجباني وباغيها، حيت هذه هي الطريقه اللي كاينه باش نخرج من هاد العيشه اللي خايبه ونفرح والديا وخوتي شويه. المهم بقات علاقتنا كتطور بشويه بشويه، وهادشي بلا ما يعيق با، حتى النهار اللي طلبت منها الزواج. هنا خدمت شويه الزعامه باش نوصل اللي بغيت. قلت ليها كيفاش غادي نديرو نقنعو بابا بهادشي، حيت بابا ما غاديش يبغي وانت عارف، ولكن حاولت نقنعها باش نمشيو نتزوجو بلا خبارو وبزز باش قنعتها، وحتى من بعد ونقولو ليه باللي تزوجنا. وداك الشي اللي درنا نيت، ضربنا العقد وجبنا ناس الشهود، وداك الشي داز مزيان الصراحه. زينب كانت فرحانه حيت تزوجنا، ولكن انا لا، حيت انا هاد الزواج درتو غا على ود مصلحتي. ما علينا، خرجت من البيت اللي كاري ومشيت لواحد الفيلا. اش غادي نقول لكم، فيلا يجري فيها الخيل كما كنقولوا. ملي دخلت سولتها زينب اش كنديرو هنا وديال من هاد الفيلا؟ هنا جاوبتني وقالت لي
هذه هي فين غادي نعيشو حياتنا، راها ديالي. وكنكتبها ليا بابا شحال هذا في سميتي، وكان كتب ليا هاد الفيلا وحتى واحد الريستو راه كاين في السونتر ديال طنجة. اما داكشي الاخر راك عارف ديال بابا، وعنده غير انا. وخا هكاك الله يحفظ الا طرات شي حاجه ضروري يدخلوا الورثه. وداكشي لاش بابا كتب ليا بعدا هادو باش يرتاح. قلت مع راسي زعما هادشي كامل زهر. الصراحه عجبني هادشي، ووليت عايش في النعيم. الخدمه ما بقيتش نمشي ليها، خرجت منها ووليت كنمشي للريستو ومقابلو بحال انا مول الشي. حتى لواحد النهار كنت في الريستو، هي توقف عليا واحد الطوموبيل، نزل الشيفور وحل الباب ناري على بلان. بابا زينب هذا شافني وقال لي اش كدير انت هنا؟ ياك قلت لك بعد من بنتي ولاش مازال كدور بيها؟ شويه وهي تدخل زينب لقاتو داوي معايا، اللوان بانو في وجهها. جات وقفت حدايا وقالت ليه بابا غنقول لك شي هضره وخاصك تسمعني وتفهمني. قال ليها انا ما عندي ما نسمع، زيدي قدامي. جرها من يديها وبقى غادي بيها. قال لي انت سير في حالك، اخر مره نشوفك هنا. ملي بدا جار زينب من يديها وما قديت ندير والو. شويه وهي تقول ليه بابا صافي راني تزوجت وعمر راه ولا راجلي. هنا بابا بقى مصدوم وباينه باللي ما غاديش يدوز ليا على خير. المهم شاف حالو ودخلنا حنا للمحل. عييت من واسف زينب، صراحه هادشي ما حملوش هكا وما كرهتش تسمح في كلشي، ولكن خاصني ندير شي حاجه في حياتي، اذا خاصني نصبر. دازت واحد المده اللي طويله ما عرفتش اش تبدل في زينب اللي ولات عطيها غير الخروج بحال ما مزوجاش. واش حيت دازت من وقت صعيب من ورا موت باها، ولا حيت انا وليت ملاهي في الخدمه وباقي ندير شي حاجه وما بقيتش مسوق ليها؟ صراحه ما عرفتش السبب. وحتى زينب ملي كنت نسولها بحال كندوي مع الحيط، وكنت فيما نبغى نناقش معها شي حاجه كتخليني داوي وتخرج تلاقى مع صاحبتها.